مسؤول منك ما ياخدش زكاتك، لا ده انت واجب عليك تصرف عليه. والعكس تماما، اتنين كده او كده. الامر الثاني اللي بننبه ليه يا جماعه، الفقير في البيت مش الفقير اللي بيلف، مش الفقير اللي بيجي لك يقول لك هات، مش الفقير اللي بيديله 5 جنيه يقول لك قليله، مش الفقير اللي قاعد قدام الجامع وجايبه مليان فلوس، لا مش الفقير. الفقير اللي ربنا قال اللي هو ايه؟ احصروا في سبيل الله، الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، يعني ما يقدرش يشتغل. عقوبة منع الزكاة يا شيخ عصام. لا يستطيعون ضربا في الارض، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. اللي الفقير هو اللي بيتعفف، عنده عفه، ما بيمدش ايده، وشه مش مكشوف، ما يقفش قدامك كده ويلزق يقول لك ايه ده، دي انت جايب لي ايه ده 10 جنيه تعمل ايه؟ لا يا عم خليه، انا عايز 50 جنيه زي ما بنشوف. ده مش فقير يا جماعه، ده طماع، ده جاي بياخد حق الفقير اللي في البيت. اقسم بالله يا اخوانا، اقسم بالله البيوت مليانه مرضى محتاجين. الفقير المريض يا جماعه والله الانسان المريض يحتاج الى الدواء اكثر من الغذاء. المريض ممكن ياكل اي حاجه ويعدي، لكن الدواء محتاج. ابحث عن الفقير اللي ما يقدرش يشتري الدواء، ده اول واحد محتاج، اول واحد محتاج. ليه؟ الزكاة هو الفقير اللي بيحتاج دواء. ليه؟ لأن الدواء غالي وما يقدرش يستغنى عنه، ولو ما خدوش حتى هتزداد سوء. بعد كده في أرامل وفي أيتام، لكن احنا بنركز على دي ليه؟ لأن الفقير المريض ما بيقدرش يخرج، والله ما بيخرج ولا بيروح ولا دي، لأن المرض أقعده. يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفه في سيماهم. مش هو اللي يجي لك يقف قدامك، تعرفه بسيماهم، شكلهم ايه؟ لا يسألون الناس إلحافا، ما يلحش في الطلب، ما يشطمع، ما خرجش، ما لفش على البيوت. اللي بيلف ده وبيروح وبيجي على البيوت وبيخبط على البيوت ويجي في المقابر، والناس اللي بتلف في الكيس والشنطه ويقول لك بره البلد بعربيات وعندهم ما يكفيهم في بلادهم، بياخدوا حق الفقير اللي في البلد. افهمها الكلام ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على ايه؟ على فقرائهم. يعني داخل البلد، ابن البلد اللي هو عايش في البلد، حتى لو راح كده ولا كده فهو ابن ايه؟ ابن البلد. فتؤخذ من أغنيائهم وترد
على فقرائهم. الأمر الثاني تحسب الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. نلاقي واحنا قاعدين في البلد ولا قاعدين هنا لقينا عنده عايزين وقف ولازق وعايزه ولابد وهات بتاع اللي قدام الشعر وانت متعود تديله القصص اللي بيقولوا عليها دي. الناس دي خدت حق الفقير اللي في قلب البيت، خدوا حق الفقراء والأرامل اللي قاعدين في قلب البيوت اللي هم يستاهلوا ايه؟ يستاهلوا الصدقة ويستاهلوا الزكاة. ولذلك عايز انبه لحاجة، الناس اللي بتاخد المال اللي مش من حقها اللي عندهم ما يكفي. اقول لكم حاجه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. على فكره الناس اللي بتلف دي مش محتاجه الفلوس. هتقول لك الله اعلم مش عارف ايه، وانت هتقول الله اعلم يا عم انت ما تعرفش الظروف. كل ده عارفين والله بيحوشوا، معظمهم بيحوشوا الفلوس، والفلوس في بيوتهم حقها طبعا لا مؤاخذه يعني في الكلمه يعني، وبيلموا وبياخدوا من الناس الرز وبياخدوا منه وياخدوا ويلفوا ويروحوا يبيعوه مش محتاجين، وبيوت وقصور ومش محتاجين، لكن هو عملوها مهنة ومهنة سيئة عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لما جاءه رجل جاي أعطني يا رسول الله أعطني. خلي بالك حديث ما معناه قال له تعالى النبي صلى الله عليه وسلم سووا مرة واثنين وثلاثة وقال أما في بيتك شيء؟ في بيتك إيه؟ قال له عندي كوز وحصيرة اديني بيهم. فباعهم سيدنا رسول الله فاشترى له أجل واشترى له أدوم وحب وقال له زب ايه واحتضن ولا أرى. سيدنا النبي عالج المسألة أو عالج هذا التسول بإنه شغله بأبسط الأمور. وإحنا بنقول لو جمعنا زكاتنا ده فكرة يعني إن إحنا نعمل مشروع للناس الفقراء بدل نجيب لهم أكل كل يوم ونعمل لهم أكل وبتاع، ما إحنا نعمل لهم مشروع بيسموه مشروع أسرة منتجة، هيأكل نفسه زي ما النبي عمل كده. ممكن نجيب للست فرن تشتغل بيه وتشوي بيه، ممكن نجيب لواحدة ست مكنة خياطة، ممكن نشوفهم هم بيشتغلوا في ايه بدل ما يلفهم. ما هو ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقعدهم ما يلفش، نجيب له مشروع يشتغل فيه. هو انت احسن من النبي. حتى في مثل بيقول اعطني شبكه اصطاد بها ولا تعطني ايه سمكه اكلها. اصل السمكه انا اكلها، لكن انت لو اديتني صنار او اديتني شبكه هروح ايه؟ هروح اجيب واكل واكل نفسي واكل عيالي. انما انت تجيب لي وجبه النهارده اكلتها النهارده، طب بكره هعمل ايه؟ طب ما نعمل له مشروع ياخد منه عشان لا عاد يلف ولا عاد يروح ولا يجي، ونشوف الناس اللي ما يقدروش يشتغلوا أقعدهم المرض عن العمل، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، دول اللي يستاهلوا إن إحنا نضرب الزكاة. إنما الناس اللي بتلف دول نجيبهم تعالوا يا جماعة والله النبي عمل كده، تعالوا ما نعمله هم وغيرهم، سواء كان
كده او كده. فالصح ان احنا نعمل لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبنقول يا اخواننا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على الناس اللي بتلف على البيوت ومعاهم اللي يكفيهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل الناس جمرا. احفظ الحديث ده. من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني عنده ما يكفيه وعنده فلوس وعنده حال، لكن رايح طمعان في مال غيره، فإنما يسأل جمر. الفلوس المطلوبة دي ايه؟ جمر. طيب هقول لك حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما احناش لسنا احسن من النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا المسكين الذي يطوف عليكم، اسمع، ليس هذا المسكين الذي يطوف عليكم فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. مش ده المسكين اللي بيلف عليك وعايز اي حاجة ويمشي. على فكرة ده ما عادش وقت بياخد اي حاجة ويمشي، حتى معاه. ده سيدنا النبي بيقول يعني ان هو بيطرده اي حاجة بياخدها ويمشي. ده هو دلوقتي مش بياخد اي حاجه ويمشي. لا، ده انت بتديله 5 جنيه، بيقول لك 5 جنيه تعمل ايه؟ دول 10 جنيه يا عم، 10 جنيه اول ما يخش حاجه عجيبه والله العظيم. ويضرب بق انا ناس يا عم بتخرج 50 جنيه 50 جنيه وحاجه عجيبه في هؤلاء المتسولين. نكمل. ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه، لا يجد غنى يغنيه. الناس دول أغنياء اللي احنا بنتكلم عنهم، اللي بيطردوا اللقمة واللقمتين، لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس إليه فيتصدقون عليه. لا يجد غنى يغنيه والناس لا يفطنون إليه، يعني مش عارفين. بصراحة الناس مش عارفين، والناس لا يفطنون إليه فيتصدقون عليه. الصفحة الأخيرة: ولا يقوم فيسأل الناس. شو اسمه؟ ولا يقوم فيسأل الناس. ده سيدنا النبي لما قال للراجل: خذ اذهب واحتطب ولا أراك شهرا، رجعت تاني فلقى معاه ايه؟ البلد كتير، فلوس كتير، والأعمى بيتي. قال له: هذا خير لك من أن تأتي مسألة نكتة سوداء في وجهك يوم القيامة. أحسن ما تيجي الشحاتة أو التسول نكتة سوداء، النقطة سوداء في وشك يوم القيامة. وفي حديث وفي رواية أخرى: وليس في وجهك مسحة لحم أو قطعة لحم، وشه بقى معروف. ده شوف سيدنا النبي قال لك: لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس إليه فيتصدقون عليه. وآخر صفة: ولا يقوم الناس ولا يسأل الناس، ما يخرجش يروح يلف على الناس. إذا يا إخوان صفات الفقير مذكورة في القرآن الكريم ومذكورة على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الزكاة بكل عناصرها، وعلى فكرة ممنوع اللي بيمنع الزكاة
في يوم من الايام الزكاه دي عامله زي ايه؟ افرض واحد ما خرجش زكاه، والله الزكاه بتفضل فيه بتخلص على مال، لان دي مش حقه. الزكاه دي مش من حقه، لانها بتفضل في مال بتحرق. بقول لك كده ليه؟ لانها هي مش مال، خلاص بقى مال حرام. المهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم يعني في هذه الأيام الطيبة الطاهرة المباركة نسألك يا رب أن تشفي فضيلة الشيخ عادل الحجار إمام المسجد اللي إحنا قاعدين مكانه دلوقتي. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجعلنا من اتقاء شهر رمضان، وأن يشفع فينا القرآن ويشفع فينا الصيام. هذا والله أعلى وأعلم. وأقم الصلاة.